معايا كرنب مسلوق وحتة دهنة بشرها في الحلة وبصل على فلفل فرماه في الكبة وطماطم مفرومة في الخلاط. هسيح الدهنة مع معلقتين من الزيت وانزل بنص البصل ومعلقتين من الثوم المفروم واشوحهم كده على النار، وانزل بنزل بالطماطم، وبعد كده تحط بقية البصل عادي. لما الصلصة معاكي تستوي تنزلي بالبهارات، فلفل وكمون والسبع بهارات وشطة ناشفة. مع هنا بقى كنت غسلت الرز بتاعي وحطيت عليه الخضرة كده عشان تديله ريحة حلوة، ما تحطهاش في الصلصة عشان ما بتتباش حلوة قوي. وتلفي بقى الكرنب بتاعك زي ما انت حابة، يعني ان كان الصبع رفيع سميك زي ما انت بتحبي تلفيه لفيه. هلف الحله بتاعتي كلها كده زي ما انتم شايفين، الكميه عملت معايا حلتين. هنزل بقى بالشوربه عليها كده. شوربه الكرنب ما بتحتاجش ان انت تحطي شوربه كتير، كل ما كانت قليله يطلع معاكي مفلفل وحلو. لو بتحبيه لين شويه يبقى هتغطيه بالشوربه. زي دي كده، انا عامله حله هتبقى لينه شويه وحله